في الفيديو ده انا هكلمك على منطقه الجي في تي. اولا انا بدعوك وبقوه وبكل الوثائق اللي انت محتاجها وبكل الدلائل اللي موجوده على السوشيال ميديا او على المواقع الحكوميه انك تستثمر في الجي في تي. الجي في تي هي هتكون احسن من الجي في سي، هي النسخه المعدله والافضل من الجي في سي. بس خليني الاول ابدا لك جوه الكوميونتي، بعد كده نتكلم عن بره الكوميونتي، لان جوه الكوميونتي اهم كتير جدا من بره الكوميونتي. هبدا لك بالمدارس. الكوميونتي في جي في تي في 2 مدرستين. واحده سان مارك اللي ورايا دي بريتش سكول، منهج بريطاني، وفي كمان اركاديا سكول الجزء الثاني من الكوميونتي وهي عباره عن منهج امريكي. فدي كده اول نقطتين بتاكد لك ان الكوميونتي بنسبه 100% هو عائلي، وده بيجذب لك نوع كويس جدا جدا من المستثمرين او من العائلات اللي تشتري منك عند الاستلام. انت بتشتري دلوقتي، لو عايز تبيع عند الاستلام ففي عائلات جايه عشان خاطر الموضوع ده، ولو انت عايز تاجر ففي عائلات كتيره جايه عشان تاجر برضو في المشروع هنا او تاجر في الكوميونتي هنا. المشروع لسه هنتكلم عنه شويه كده قدام، بس لما نتكلم ونستعرض بقيه خدمات الكوميونتي زي ما احنا شفنا الجنب ده، لو بصينا بره بس كده على الاطراف ممكن ما تكونش باينه من هنا. الاطراف بس هي اللي مباني، الاطراف بس، اطراف الكوميونتي هي اللي مباني سكنيه، عباره عن شقق سكنيه، ابراج عاليه او متوسطه الارتفاع او منخفضه. بس 85% من الكوميونتي زي ما انت شايف كده اهو فيلل مستقله وتاون هاوس. فانت حرفيا عندك اطلاله على كوميونتي اخضر، فيلل مستقله، اطلالتك قدام على دبي مارينا والجي بي ار. ابراج دبي مارينا والجي بي ار بالليل بتبقى ممتازه جدا جدا. احنا دلوقتي هنتمشى مع بعض في الكوميونتي بارك تبع المنطقه الجي في تي طبعا. يعني جوه طبعا هناك مثلا في منطقه الكيدز بلاي اريا برضو موجوده. هنا دي الكوميونتي بارك، مساحات كتيره خضراء موجوده. عندنا هنا اهو ملاعب كرة قدم، قدام شوية هنلاقي ملعب بدل وملعب تنس. غير طبعا زي ما قلنا الكوميونتي مش مجرد مكان واحد بس الخدمات موجودة فيه، لا الكوميونتي الخدمات كتيرة متقسمة عليه. طبعا احنا دلوقتي جايين بس نصور في وقت يعني لسه بعد العصر بشوية، فمعظم الناس موجودة في العمل ومحدش بيطلع دلوقتي ان هو مثلا يجي يلعب كورة ولا حاجة، بالذات ان احنا بدأنا العام الدراسي خلاص. بس في الويك اند الاماكن دي بتبقى كلها مليانة سكان، مليانه برضو عائلات واطفال بيجي يلعبوا في الاماكن دي. زي ما انت شايف كده الكوميونتي متهيأ ان يكون عائلي. بس انا بيعجبني فعلا الفيلل هنا عملت ارباح تجاوزت ال 100% و180%. الشقق السكنيه اللي الناس اشترتها وعملت لها اعاده بيع كسبت ما بين ال 20 وال 40 و50% زياده على راس المال. مع العلم ان المشروع اللي بكلمك فيه النهارده عندي مشروعين اقوياء جدا 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 في المنطقه. الاثنين ينفعوا لاعاده البيع، بس لو انت هتفكر في اعاده البيع خد البيمنت بلان اللي هي 50% خلال الانشاء و50% عند الاستلام. المشروع ده تعرف تعمل فيه اعاده بيع ليه؟ لانك انت تدفع بس 50% وتعمل ال 50% الثانيه اعاده بيع وتستفاد انك انت بس استثمرت على 50%. لكن لو انت بتفكر في الايجار على المدى، بتفكر على لونج تيرم استثمار على المدى البعيد، فهيكون افضل لك تاخد بيمنت بلان اللي هي 70 او 65 35 65% خلال الانشاء و65% خلال الانشاء و35% على 35 شهر بعد الاستلام. ليه طب يا محمد اخد دي للايجار؟ لانك انت بالظبط لو ثمن العقار مليون و100 هتدفع بس 65%، وال 35% نسبه كبيره منها هيدفعها الايجار، فهتكون انت المستفاد انك انت بدات تدفع ايجار اقل او قسط اقل بعد الاستلام. وكمان ما دفعتش ثمن العقار كامل، يعني ما دفعتش المليون و100 كامله على بعضيها، لا انت دفعت بس ممكن 75% و25% اتكفرت بالكامل من خلال الايجارات اللي جايه. فدي كويسه جدا. الكوميونتي بقى لما نيجي نتكلم على الكوميونتي عائلي استثماري سكني، عدد اراضي قليل، وحدات قليله، مشاريع قليله، فيلل، تاون هاوس، لاكجري كوميونتي، كل ده بيأثر عليك انت لان انت قول لي مين جارك، قول لي مين الكوميونتي اللي انت عايش فيه، اقدر اقول لك اذا كنت هتعمل ابريشيشن او هتلاقي طلب ولا لا. الكوميونتي هنا خلينا نعترف بحاجه، دبي كلها حلوه، مفيش حته في دبي وحشه، مفيش حته في دبي غير امنه، كل الاماكن في دبي جميله، بس انت بتدور على اللوكيشن. اي استثمار عقاري ركز معايا كويس جدا، اي استثمار عقاري مبني على اللوكيشن اهم حاجه، والوقت تاني حاجه، والمطور تالت حاجه. اللوكيشن انت موجود فين في الدوله، قريب من ايه، قريب من مولات، مطاعم، محلات، قريب من مركز المدينه ولا مش مركز المدينه، قريب من المطارات، قريب من الخدمات والمولات. في مول كويس جدا جدا بيفتح هنا، ودي ميزه كويس ان الاسعار هتزيد بنسبه كبيره جدا 20% اقل شيء مجرد ما المول ده يشتغل ويبقى ثالث اكبر مول في دبي. الوقت قدامك وقت قد ايه وتوصل لكل الحاجات اللي انت عايزها؟ 10 دقائق من ايه؟ 10 دقائق من البحر
دبي مارينا والجي بي ار، 10 دقائق من المترو، شارع الشيخ زايد، مارينا مول، ربع ساعه او نقول 20 دقيقه الداون تاون برج خليفه دبي مول. وقت مهم جدا. مين الديفيلوبر بقى اللي هتستثمر معاه؟ المطور اللي هتستثمر معاه مطور كويس، سمعه كويسه، مسلم مشاريع كواليتي كويسه، بيديني تسهيلات مش بيديني تسهيلات، اقساط لمده كام سنه. كل واحد حسب هدفه من الاستثمار. هدفك من الاستثمار بيجي بعد كده. انت عايز تستثمر بغرض اعاده البيع، يبقى دور على خطه دفع 50 50 60 40، اللي هو عند الاستلام تكون مكفل 40%. ال 40% دي انت مش هتدفعها، انت تعمل اعاده بيع. لكن لو انت بتفكر في لونج تيرم انفستمنت وعايز عائد ايجاري، لا، خد ال 1% قسط شهري. وكل المشاريع اللي في الغالب هنا او كلها حرفيا بتسلم بعد 3 سنين، مفيش مشاريع بتسلم ب 3 سنين، لان كلها هاي رايز بيلدينج، مباني عاليه. هنا الايجارات في المنطقه، يعني انا جايبك بس في جزء من المنطقه شويه كده. لما نطلع بالعربيه هصور لك بقيه الكوميونتي وقد ايه هو جميل وقد ايه ان هو منظم، وهروح عند ارض المول واوريها لك. واشترك معانا في القناه لو انت مهتم في العقارات دي، مهمه جدا، وفعل الجرس واعمل لايك وشير والكلام ده كله بتساعدنا، وبنساعدك ان احنا برضو نوصل لك دايما باستمرار. الايجارات في المنطقه، الاستوديو بنتكلم ستارتنج من 45,000. ده استوديو عادي ممكن متسلم من قديم، مش بنايه فخمه جدا، مش كواليتي اعلى، مش افضل الخدمات. فتخيل انا بديك مثلا في مشروع من المشاريع اللي بكلمك عليها شقه مفروشه بالكامل، اكتر من 50,000 قدم خدمات، مسابح وجيم، مناطق العاب الاطفال، وشاطئ صناعي، وسينما على الروف، واماكن لللاونج ممتازه جدا جدا، خدمات كتيره جدا. قريب من دبي مارينا والجي بي ار، عندك اطلالات ممتازه جدا، سواء على شارع الخيل على طول، جنبيك باربع اراضي بالظبط، جنبيك المول على طول، 350 محل هيبقوا جوه المول دون. فتخيل الكلام ده انت تقدر تعمل منه عائد ايجاري قد ايه؟ ممتاز جدا. يعني ممكن على الاقل الاستوديو ممكن ساعتها يتاجر ب 50,000 درهم، فساعتها يكون عائد الاستثماري بتاعه كويس جدا، يمكن 60 70 على حسب انت واخد استوديو بيبص على ايه، لان كلها اسعار ونسبه وتناسب. يعني كان في استوديو بيتباع ب 650، النهارده في استوديو بيتباع ب 780 وفي ب 800. فاللي ب 800 ده واخد طابق عالي، اطلاله مفتوحه، مساحه اكبر، فبالتالي ايجاره هيبقى اغلى من ال 650. يعني ممكن يتاجر ب 65 75، وايجار الهوليدي هوم هيبقى كويس جدا. الغرفه وصاله من 1,100,000 ل 1,300,000. بس الجميل في المشروع ما فيش اطلاله وحشه في المشاريع اللي بكلمك عليها، كلها اطلالات حلوه، يا اما على الخدمات، يا اما على ابراج دبي مارينا، يا اما على الفيلا كوميونتي والمساحات الخضراء، يا اما على شارع الخير المفتوح اوبن فيو كبير قدامك. فكلها استثمار، حاجات حلوه واطلالات حلوه. اتكلمنا بنسبه كبيره في مستشفيات قريبه مننا، محطات المترو، الاتوبيسات، كل حاجه قريبه مننا، الداون تاون، كل ده اتكلمنا عليه. فدلوقتي هاخدكم جوله معانا لبره الكوميونتي، او احنا داخل الكوميونتي واحنا بنلف كده، هنشوف ايه الخدمات، شكل الكوميونتي عامل ازاي في الفيديو. احنا دلوقتي جينا عند ارض المشروع زي ما انت شايف كده، اوريدي محاط، ودي اللوحه دي كده معناها ان المشروع اتوافق عليه وطلعت له رخصه البناء بتاعه، وكمان طلع له حساب الضمان زي ما انت شايف كده. دي لوحه الانشاءات تبع المشروع. تعال بقى اوريك على حاجه. الشارع اللي بره الرئيسي ده شارع الخيل مباشره. شارع الخيل ده اخره على عند الجسر اللي فوق ده، فيك انك تطلع الجسر وتنزل على داون تاون، او انك تنزل من تحت الجسر يمين وتكمل تجاه ابو ظبي ومطار المكتوم الجديد، او انك تاخد كمان يمين تطلع على دبي مارينا والجي بي ار. تعال بقى هوريك على حاجه. الجي في تي برضه عشان الناس كتير ما تعرفش الجي في تي. الجي في تي قدامك على طول، الجي في سي الناحيه الثانيه، تمام؟ فانت عندك المشروع اهو. اهم حاجه بقى ركز معايا، ادي ارض المشروع، تمام؟ تطلع من البنايه بتاعتك، امشي في الشارع ده كده على طول، في وشك على طول المول التجاري اللي هو الخيل افينيو مول، في الوش على طول، في وش الشارع مباشره. يعني بالظبط على رجليك بنتكلم في حوالي 5 دقائق مشي تكون وصلت. تاني حاجه، تعالى الناحيه دي، ادي عندك كده اهو، ده شارع الخيل الرئيسي، قدامك الناحيه الثانيه الجي في سي. فالارض بتاعتك هتبقى عندك اطلاله على شارع الخير اللي هو اوبن اوريدي مفتوح، واطلاله على الجي في سي والفايف اوتيل. ودي واحده من ارقى الاطلالات اللي موجوده في دبي، ان يكون عندك اطلاله على الفايف اوتيل دون. دي مطلوبه هنا وعليها طلب. يعني احنا كنا دايما في الجي في سي يقول لك اطلاله الفايف اوتيل بتبقى ليها يعني الليجاسي بتاعتها، او الحاجه الاليت بتاعتها، ان هي تكون حاجه صفوه، حاجه جميله، حاجه نادره ان يكون عندك اطلاله. فاطلاله شارع الخيل واطلاله الجي في سي جميله، واطلاله الناحيه الثانيه الكوميونتي ودبي مارينا جميله. وزي ما انت شايف كده جميع المحلات التجاريه متاجره، سواء كلينيك، حتى في عياده طبيه للحيوانات، وفي صالون حلاقه، مطاعم، كافيهات، كافيتريات. عشان كده هنا برضو فرصه الاستثمار في المحلات التجاريه اللي تحت هتبقى جميله جدا. لكن دي لسه المطور ما فتحش البيع عنها، او ما صرحش عنها تكون بكام، لكن هنتكلم دلوقتي على الشقق والشقق السكنيه.
زي ما قلنا تاني باكد تاني، المول اهو بيتبني، هو خلاص مبني اوريدي، ممكن فاضل له هو موعد التسليم بتاعه يا اخر السنه يا اول 2026. فانت كده كده لسه الاستلام كمان 3 سنين يكون المول اشتغل. 350 محل، ضغط سكاني، جنبيك المدرسه على طول، انت هنا اهو على الشوارع الرئيسيه، ايزي ان ايزي اوت، كل مكان تقدر توصل له. فرصه كويسه جدا للاستثمار، فرصه كويسه جدا لاي حد عايز يعمل البيزنس بتاعه او يستثمر في عقارات دبي. زي ما قلت لك انا محمد مصطفى، المشروع حرفيا الاسعار بتاعته هتزيد تدريجي، هي المول تجاري هيعمل فرق كبير جدا في الاسعار، الايجارات عاليه جدا، انت عندك ايزي اكسس لكل مكان، اللوكيشن كل ما هيروح كل ما يحلو وكل ما يبقى عليه طلب اكتر واكتر. هو اوريدي الطلب موجود من دلوقتي، والجميل ان المعروض قليل جدا جدا في المنطقه. زي ما قلنا كل الوحدات معظمها الكوميتي كله 85% فيلل وتاون هاوسز. فالمهتم في المشروع في خطه دفع مرنه زي كده يقدر يتواصل معايا، وان شاء الله بوفر لك وحده مميزه في المشروعين، سواء 50 المشروع اللي هو اسعاره بتبدا من 1,200,000 او المشروع الثاني اللي اسعاره بتبدا من 1,100,000 مع خطه دفع 1%. انا محمد مصطفى، مستشار عقاري. سلام.